لا تعش نصف حياة، ولا تمت نصف موت، ولا تختر نصف حل، ولا تقف في منتصف الحقيقة. لا تحلم نصف حلم، ولا تتعلق بنصف أمل. كن رجلا، وكن عملا، كن كما أنت ولا غير ذلك. تمر الكلمات في خيال الفتى عبد المنعم، لا يعرف هل هي نصيحة شيخ أم مقولة عظيم أم مجرد حلم بليل نائم. المهم أنها لا تفارقه في مشوار حياته. رجل وعمل وحلم لا يتوقف. ولد عبد المنعم أبو الفتوح في حي الملك الصالح بمصر القديمة في 15 من أكتوبر من عام 1951 لأسرة جاءت إلى القاهرة من محافظة الغربية ليترك التعانق بين مآذن المساجد وأجراس الكنائس تأثيره الواضح في شخصيته. إنه الأخ الأوسط، لكنه يتصرف وكأنه الأكبر الجدير بالمسؤولية، فبرز على أنه عميد العائلة رغم صغر سنه. ومن النوادر التي عرفت عنه منذ نعومة أظفاره توجهه إلى مدرسة أبو السعود الابتدائية حاملاً أوراقه للالتحاق بها. في عام 1975 تولى الفتى رئاسة اتحاد طلاب جامعة القاهرة، واجتمع السادات ذات مرة بقيادات الطلاب من المحتجين على القمع وارتفاع الأسعار، فوقف أحدهم بكل شجاعة مخاطباً الرئيس قائلاً: أنا عمنا مفتوح رئيس اتحاد جامعة القاهرة. في الوقت اللي حضرتك وإحنا بنافق في الكلام اللي حضرتك بتقول إن دولة علم وإيمان نلاقي الشيخ الغزالي بيتشال بجامع عمرو بقرار مش عارفين منين، نسأل الدكتور عزيز كامل يقول أنا ماليش دعوة، سألت المهندس سيد مرعي في لقاء من مجلس اتحاد جامعة القاهرة وهو سيادته موجود مش عارف ليه. طب الشال ازاي؟ الناس المصلين طلعوا يعبروا عن رأيهم لمجلس الشعب زي ما حضرتك بتقول القناة الشرعية عشان يقولوا ان احنا بنستنكر ذلك في مظاهرة سلمية جدا، طلع لها الامن المركزي ضربهم علقة سخنة كويسة وفرقهم. فانا مش عارف علم وايمان واتشال طالب الشيخ الغزالي واتحنط في وزارة الاوقاف، لا ملهوش شغل، طلع ساب البلد. وبالطريقة دي كل علماء مصر المخلصين، ما بيبقاش في مصر الا العلماء اللي بينافقوا السلطه وبينافقوا سيادتك وبينافقوا بقيه الحكام. دول اللي موجودين. لا اقف. اتفضل يا فندم. اقف. اتفضل. انا لا اسمح ابدا، مفيش حد بينافقني ولا اقبل النفاق. وقف مكانك يا فندم. هل حقك معي؟ وقف مكانك. انا واقف يا فندم. أغضب الطالب الرئيس، لكن السادات قال بعدها لمعاونيه إنه لن يعتقل أبا الفتوح إعجاباً بشجاعته، لكنه لم يسمح بتعيينه في الجامعة رغم تفوقه. تعرض أبو الفتوح للسجن والاعتقال في نهاية عهد السادات وفي عهد مبارك مرات عديدة، آخرها في عام 2009. استغل سجنه في دراسة القانون بعد أن حصل على ماجستير إدارة المستشفيات من قيادة الطلبة، وبسببها قاد زملائه للانضمام للإخوان المسلمين، حيث بث روحاً جديدة في الجماعة وربطها بالنشاط الطلابي في الجامعات، ثم بعد ذلك بالنقابات المهنية وقطاعات أخرى في المجتمع. وتميز بحركيته الهائلة وقبوله في الأوساط المختلفة وقدرته على التجميع والحشد. ومن هنا أعجب به عمر التلمساني المرشد العام الأسبق للإخوان، وضمه إلى مكتب الإرشاد، وكان عمره وقتها 32 عاماً، فكان أصغر عضو ينضم إلى ذلك المكتب في تاريخ الإخوان. أصر الدكتور أبو الفتوح بعد الجامعة على أن يظل في خدمة الناس خاصة الفقراء، فعمل في الجمعية الطبية الإسلامية التي لها أكثر من 22 مستشفى خيريا في أنحاء مصر، وظل مديرا لمستشفياتها حتى عام 2004
عندما انتخب أميناً عاماً لاتحاد الأطباء العرب، وكان أول ما فعله وطبقه على نفسه هو تحديد ولاية الأمين العام بمدتين بعد أن كانت مفتوحة. شارك في إغاثة ضحايا الكوارث والإهمال الحكومي في مصر بدءاً من زلزال عام 1992 مروراً بكارثة الدويقة في عام 2008 وضحايا سيول سيناء وأسوان، وانتهاء بتجهيز المستشفيات الميدانية للمصابين أثناء ثورة 25 من يناير وثورة ليبيا الشقيقة. في عام 2007 أعلن رفضه ما جاء في برنامج الإخوان من قيود على ترشح مسيحي أو امرأة لمنصب الرئيس، فالمواطنون جميعا سواء، ومصلحة الوطن أهم من تقديرات أو قيود أي جماعة أو حزب. مصلحة مصر عندي فوق مصلحة شخصية ومصلحة جماعة الإخوان والأحزاب وكل شيء. وفي عام 2011 كان في قلب ميدان التحرير وبعد خلع مبارك قرر أن يترشح للرئاسة ويوقف نشاطه في جماعة الإخوان التي رأى أن عليها أن تبتعد عن التنافس الحزبي. في مسيرته نحو رئاسة مصر آثر أن يعود للناس الذين قضى 40 عاماً بينهم يغيث المنكوب ويساعد المريض، ويقود الجمع نحو مصر أجمل وأقوى وأعدل وأفضل، فجمع منهم 30,000 المطلوب ويزيد توكيلات للترشح ليتوافق عزمه مع إرادتهم وقراره مع رغبتهم. تدفع الأقدار برجالها فيغير الرجال أقدارها، لأن الرجال مواقف إذا أرادوا الحياة فلا بد أن يستجيب القدر.